ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. تعالوا كده نبدا يومنا النهارده في المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا كان ليا كام يوم انا مش بعمل اكل اساسا، يعني بستسهل كده نفتح علبتين تونه، اعمل شويه مكرونه، اعمل حاجات بسيطه خالص، لاني بجد بجد ما كنتش قادره اقف في المطبخ. الصيف دخل علينا بتقله، واحنا هنا كمان في اسوان الجو حر قوي يعني، فشقتي ما شاء الله عليها كده فرن. فكنت بعمل اكلات سهله كده، بس قررت في اليوم ده ان انا اصحى بدري بقى واعمل الاكل كده، علشان انا كان معايا مشوار مهم بالليل، فكان لازم اصحى بدري علشان اظبط كده حالي واروق البيت واخلي الدنيا رايقه قبل ما امشي وما يبقاش ورايا اي حاجه اول ما ارجع. اليوم ده قررت ان انا اعمل محشي فلفل. عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي فيه من فتره طويله خالص، وقررت الحمد لله ان انا اعمله. كنت جايبه فلفل كده منمنم ونونو، انا بحب قوي الفلفل ده. في المحشي بيبقى مسكر كده وجميل قوي. عملت جنبه صينيه اجنحه. الاجنحه ما كانش ليا نفس قوي ان انا اعملها يعني ببطاطس مثلا او مقرمشه او كده، فعملتها صينيه زي ما انتم عارفيني الطريقه المعتمده بتاعتي. ملح وفلفل اسود وبصل وليمون وسماق، وبحطها على النار بشويه زيت كده واشوحها يمين وشمال، واحط عليها كوبايه ميه واسيبها تستوي. اول ما تستوي اروح مدخلاها الفرن تاخد وش. وهنا كنت بعمل المحشي. انا صورت معاكم المحشي قبل كده، لو عايزين الطريقه بتاعته هسيبها لكم في اخر بجد الفيديو. بشكركم جدا جدا يا جماعه على تفاعلكم معايا وعلى الكومنتات الجميله بتاعتكم، واتمنى انكم ما تغيبوش عني ابدا، وتفضلوا دايما كده تدعموني وتقولوا لي كومنتات حلوه. واللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، ويا ريت لو تعملوا شير ومنشن لاصحابكم. اما بلاقيكم كده بتتفاعلوا مع الفيديوهات وبتفرحوا بيها وبتستنوها، بحس كده ان احنا يعني اسره مع بعضينا، فاهمين؟ يعني عايزين كده نبقى اصحاب، مش بس مجرد ان انا بقدم محتوى وانتوا بتتفرجوا. لا، عايزه تفاعل كده ولايك وكومنت حلو زيكم. ويا ريت تعملوا لي سبسكرايب علشان قناتي تكبر، وعلشان البيج بتاعتي تكبر، ونبقى كده شله صحاب كبيره يعني زي ما انتوا عارفين. المهم هنا كنت بحشي المحشي. بصوا، كان فلفل صغنون خالص كده، وانا بحب قوي الفلفل ده، فبصراحه كنت متحمسه له جدا في اليوم ده. وانا عاده ما بصحاش بدري لان انا اساسا نومي متلخبط خالص يا جماعه. لو تعرفوا ازاي اعرف اظبط نومي ونوم ابني، لان احنا الدنيا بايظه معانا خالص يعني. بصوا المحشي قد ايه. المهم خلصت المحشي، كان عندي شوربه فراخ في الفريزر. حطيتها كده وحطيت عليها معلقه صلصه من الصلصه بتاعه المحشي، وهي كانت مظبوطه تماما، ما كانتش محتاجه ملح ولا كانت محتاجه اي توابل تانية. حطيت كده ميه بزياده للمحشي علشان كنت عايزاه يطلع طري خالص، عايزاه يطلع دايب كده. وهنا كانت الاجنحه استوت فحطيتها تاخد وش في الفرن. وهنا كنت بعمل الطشه بتاعه الملوخيه. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما بدات اعمل الطبيخ انا اكتشفت ان انا ما عنديش ملوخيه خضراء اساسا. انا دايما بفرزها وبسيبها في الفريزر. اكتشفت ان انا ما عنديش، فعملت ملوخيه ناشفه. بس والله يا جماعه كانت خطيره، كانت بجد رهيبه، والاكل كله ما شاء الله طلع مظبوط وخطير يعني. عايزه اقول لكم ان انا اساسا ليا فتره مبوظه. انا كنت بعمل دايت فتره وخسيت جامد، وبعد كده رجعت كسلت وبطلت اعمل دايت. فالنهارده كنت نازله اوزن، فقلت بقى اعمل لي كده اكله متينه ترم العظم بقى. وبص، بحمر المحشي في حته سمنه بيبقى خطير، ما بحبوش غير كده يعني، بحب قوي اكله بالطريقه دي. فقلت بقى يلا، مش يعني ما جاتش عليه. وقلت اعمل بقى اللي انا نفسي فيه علشان ابدا دايت كده على نظافه، احس ان انا اكلت كل اللي نفسي فيه، فما بقاش محرومه من حاجه يعني. لو عايزيني انزل لكم نظام الدايت اللي انا بمشي عليه. انا بدات بدايت ليا 3 ايام بالظبط دلوقتي. لو عايزيني انزل لكم نظام الدايت بتاعي قولوا لي، وانا هنزل لكم يوم بيوم يعني. عايزه اقول لكم ان انا النظام اللي بمشي عليه ده خطير بجد، كان يعني احسن نظام. انا جربت كذا نظام بجد، بس ده اكتر حاجه ريحتني وحسستني كده ان انا مش محرومه من حاجه، وان انا باكل كل اللي نفسي فيه. فباذن الله من الفيديو اللي جاي هبتدي اوريكم. بعمل عيش صحي علشان ناكل بعيش، يعني باكل بدي حبه كامله، دي قمح كامل. فلازم اعمله انا في البيت علشان اكون ضامنه ان هو مفيش اي زيادات، لان حتى التوست اللي بيتعمل بره والحاجات دي بيكونوا حاطين فيه سكر، بيكونوا حاطين فيه حاجات تانية، فبيبقى الواحد مش ضامن قوي يعني. فانا بعمله في البيت وطريقته سهله جدا وسريعه ومش هتاخد منكم وقت وبيقعد فتره طويله معاكم. باذن الله من الفيديو الجاي هبتدي انزل لكم النظام بتاعي، علشان لو حد حابب ان هو ياكل اكل صحي عامه او يلتزم او ينزل في الوزن، يعني نشجع بعض برضو. ووزنت ووزني لا يسر عدو ولا حبيب، فانا مش هقول لكم الوزن غير لما انزل باذن الله اقول لكم كنت كام ونزلت وبقيت كام.
تمام. هنا بقى دخلت على اوضه المكتب زي ما انتم شايفين كده، رحت نشرت شويه غسيل، وشويه الغسيل اللي كانوا على المنشر طبقتهم، وغيرت كده ملايه السرير. انا الاوضه دي مش عارفه بجد، انا يعني احنا ما بندخلهاش بجد يعني، فانا مش فاهمه. انا بدخل اغير الملايات واطلع من الاوضه وخلاص، ويعني كده بحس ان انا بجدد لها بس شكلها وخلاص، لكن هي اساسا ما بتلحقش تتوسخ ولا بيحصل فيها اي حاجه يعني. خلصت بقى المهم كده فرشت الملاية. ورحت على المكتب، كان في شويه حاجات كده مكان شغل جوزي وكده، فقلت انظم الاوراق دي واشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه. والعلاج بتاع ابني كنت شيلته كده. هو احنا في اليوم ده كنا رايحين للدكتور علشان يعني بتابع حاله ابني وكده، علشان اشوف، انا قلت لكم من بدري ان هو عنده التهاب في معدته، والمفروض ان احنا كنا نكمل على علاج شهر، فاحنا كملنا الشهر وكنا رايحين له بقى علشان ايه، نشوف يعني الدنيا وصلت بيه لفين وكده. المهم يعني الحمد لله الدكتور طمنا وقال لنا ان هو حالته بقت تمام، بس نمشي على العلاج شهر 10 ايام قصدي تاني، بحيث ان احنا ايه نطمن ان هو بقى يعني بقى كويس تماما. اصلا انا عايزه اقول لكم ان هو اخد له يومين كان سخن سخونه مش طبيعيه، رحت له تاني يعني من اسبوع ولا حاجه، رحت له وراح قال لي ان هو عنده التهاب في زوره، يعني زياده عن التهاب في معدته في التهاب في زوره ملوش علاقه بالتهاب معدته يعني بقى ياخد علاجين مختلفين. فكانت صراحه كميه علاج يعني رهيبه، وانا زهقت وهو زهق، ويعني كان نفسي بصراحه اروح يقول لي ما تاخدوش علاج تاني، بس يعني الحمد لله ان هو بقى كويس. زي ما انتم شايفين كده خلصت الصاله ونزلت بقى، رحت عند الدكتور، استنينا فتره طويله. عايزه اقول لكم ان ميعاد وكان من 4 ل 9، احنا رحنا الساعه 9 عشان يبقى اخر ناس في العياده وننجز بسرعه، ومع ذلك استنينا، طلعنا من عنده الساعه 11 اصلا. وهنا كنا طلعنا شويه في البلكونه من الزهق عمالين نبص نشوف اي حاجه. خلصنا عند الدكتور ورحنا اتعشينا كده. بصراحه ما كنتش قادره ارجع اعمل عشاء، وزي ما قلت لكم هرجع على دايت، فلازم ابوظ طبعا. بعد كده رحت محل الحلويات علشان انقي الجاتو والحاجات بتاعه عيد ميلاد ابني، علشان هو خلاص ان شاء الله اخر الشهر دي، وكده يبقى يومنا خلص. ومن وبس هنا كده، كنا اتمنى مروحين. يكون الروتين عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي سبسكرايب، واعملوا لي لايك وكومنت حلو كده زيكم، وقولوا لي عايزيني اصور لكم ايه الفيديوهات الجايه. وما تنسوش ان احنا معانا عيد ميلاد ابني اخر الشهر باذن الله، هنعمل كل التجهيزات مع بعض. انتظروني وباي باي.